الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الجنة ثمنها غال جدا. ليه؟ لأن أعظم نعيم فيها هو رؤية الله عز وجل. ليس أعظم نعيم في الجنة أنك أنت تأكل ما تشتهي، لا، هذا من نعيم الجنة لكنه أدنى. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. لهذا استقبح أهل العلم العبارة المنسوبة إلى رابعة العدوية، والتي يرددها كثير من الناس ولا يعرفون خطأها. يقول لك: كانت رابعة تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني وجهك. الكلام ده كله غلط. أولا قولها متناقض، ده هذا إن ثبت عنها، يعني هو قول متناقض. لما تقول إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، ومعلوم أن من حرم الجنة لن يرى الله، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، فده كلام متناقض. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك. يعني إيه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب النار، والاستعاذة من عذاب النار وحدها هذه عبادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو في صلاته، فبعض الصحابة ما كان يحسن أن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو يقول إيه كلاما خافتا، فيقوم اللي جنبه لا يعرف ماذا يقول، فقال: يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هو إيه؟ الشيء اللي غير المفهوم. يقعد إيه؟ يقول لك بيقعد يدندن يعني إيه؟ يعني إيه؟ تسمع منه صوتا ولا تستبين كلاما، هذه معنى الدندنة. فهو الصحابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيتكلم، لكن مش عارف يقول إيه بالضبط. ومعاذ بن جبل برضو كان إيه يدعو الله عز وجل، برضو إيه يسمع دندنة ولا يميز كلاما. فقال: يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ده كل اللي بقدر عليه، لكن الكلام الكتير اللي انتم بتقولوه ده أنا لا أحسنه. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. كل اللي انت مش فاهمه ده كله ملخصه الكلمتين اللي انت قلته: نعوذ بالله نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من النار. فلما يجي واحد يقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، هذا كلام غير مستقيم أبدا، ولا يقوله أحد يفهم ما يقول.